اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هنعمل مع بعض الهمبرجر. معايا لحمه مفرومه ومعايا فول الصويا. هاتي ربع كيلو من اللحمه او نص الكميه اللي تعجبك، وهنحط على ربع كيلو دوت مج صغير. خلاص، هنجيب بقى ميه سخنه كده يتنقع معانا بسرعه. يعني هو مش هياخد 5 دقايق اصلا. ضيفي عليه الميه السخنه وسيبيه. وبعد كده بقى ايه؟ هنسيبه شوية، وبعد كده ايه نروح للحمة. هنحط عليها بضاية. لو انت حابة تعملي كمية اكبر من كده براحتك، الكمية انت تحكمي فيها. هنحط معاها معلقة بيكنج باودر علشان يدينا سمك. دي معلقة من الفلفل الاسود، وعليه ملح، يعني فلفل اسود مضاف ليه ملح. جبت بهارات همبرجر وحطيت منه معلقة كبيرة. جبت بقى الفول الصويا وصفيته في المصفى قوي، عصرته جامد، انزل منه كل المية بتاعته. وبعد كده باضيفه على اللحمة المفرومة. هو ميزة الفول الصويا ان هو بيزود الكمية. زي بتاع الشارع بالظبط، يعني بتاع الشارع ما بيبقاش لحمة صافي، بيضيفوا عليه فول الصويا. خلاص، هنمسك بقى المكونات ديت، نقلبها كويس قوي مع بعض، ندمجها يعني. وهو ده بقى شكله بعد لما خلطناهم كويس مع بعض. جربوه، ان شاء الله هيعجبكم. معايا بقى المكبس بتاعي الهمبرجر دوت. هاتيه، مش هتستغني عنه. لو انت من هواية الهمبرجر وولادك بيحبوه، هاتي المكبس ده. لو ما عندكيش يبقى غطا برطمان. هنجيب بقى اهم حاجة، نحط الكيس من تحت. هنجيب بقى لو انت عندك اكياس قطعيها. ما عندكيش اكياس، اشتريه يعني بيتباع الورق المقطع دوت، اكياس مقطعة عند بتاع الورق، بتاع الاكياس. خلاص، هنحط بقى ايه قطعة اللحمة المفرومة، واحط كمان كيس، يعني كيس تحت وكيس فوق، وهضغط عليها كده علشان تتفرد معايا. لو ما اتفردتش معاكي زي كده، افرديها بايديكي، وزعيها بايديكي، وبعد كده اضغطي عليها تاني، هتظبط معاكي وهتطلع كلها حتة واحدة. بصوا زي ما انتوا شايفين. عايزين بقى تكبروا الحجم، تتخنوها، ترفعوها، طبعا دي بتاعتكم انتوا. خلاص، هنعملها بقى ايه كده بالطريقة ديت لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. ما تنسوش بقى، لو انتوا اول مرة بتشوفوني، تشتركوا في القناة، يعني دوسوا على الجرس مرتين، دوسوا على كلمة اشتراك، هيظهر لكم ايه جرس، اختاروا الكل، يعني دوسوا على اشتراك مرتين. علشان في ناس كتيرة بتشترك لكن ما بتختارش الكل، فالاشتراك كده كل ما هنزل فيديو مش هيوصل لكم. وكمان كده هيبقى عندي عدد المشتركين قليل. خلاص، حطوا لايك بقى، واكتبوا كومنت حلو زيكم كده تشجعوني. خلاص بقى، بصوا ما بين بقى كل واحدة واحدة بشيلها بالكيس بتاعها، بحطها على التانية. كده بقى بعد ما خلصت كل المكونات اللي معايا والكمية اللي معايا، هسيبه بقى يرتاح شوية. وبعدين هجيب طاسة على النار. عندك بقى طاسة ألمونيا، طاسة تيفال، عندك جريلا، اللي عندك اعملي بيه. بصوا انا كده حطيت حوالي معلقتين من الزيت، وزعتهم بالفرشة، والزيادة يعني رجعتهم تاني. دلقتهم في طاسة القلية. خلاص، اهم حاجة ما يكونش فيه زيت كتير. احلى حاجة بقى في الهمبرجر ان هو سهل وسريع، وكمان ما بياخدش مكونات كتيرة. واوعي تحطي على الهمبرجر بصل، لان اللي بيتحط عليه بصل ده بيبقى كفتة. ده الفرق ما بين الهمبرجر والكفتة. الهمبرجر ما بتحطلوش بصل، لكن الكفتة لازم يتحط لها بصل. فجربوها بقى بالطريقة ديت. جبت بقى كابوتشاية، وحطيت بقى، دلعت بقى اولادي بقى النهارده. النهارده الخميس، وقلت بقى اعشيهم عشا حلو. حطيت بقى كده زي ما انتم شايفين. عندك كاتشب دي فيه، عندك مايونيز حطي. وبالشكل ده حطيت بقى خس تحت وفوق، وقطعت فلفل وقطعت بصل، وجبت لهم بقى كيس شيبسي، وبقى بالشكل ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وجربوا الطريقة. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.